لو سألت اي حد عن الغراب وقلت له تعرف ايه عنه، هيقول لك انه طائر شرير وبيعمل مصايب، وعلى طول وجوده بيدل على الشر بدون ما يعرف ولا يفكر ايه الغراب ده اصلا وبيعمل ايه في الحياة. انا بالنسبة لي عشان بحب مسلسل الفايكنج، فالغراب في دماغي مربوط براجنر لوثبروك اللي هو بطل المسلسل، فبالنسبة لي قشطة يعني حاجة بحبها. لكن اغلب الناس دلوقتي بتشوف الغراب في الشارع يقولوا لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقعدوا يقروا اذكار ويهشوا الغراب ويعملوا حاجات غريبة كده، مع ان الغراب طائر زيه زي باقي الطيور عادي. والمعلوماتك كمان الغراب من فصيلة العصافير بس على كبير شوية، وبيتغذى على اللحوم مش على النباتات. عارف العصافير مش بتاكل نباتات بس، ممكن تاكل دود حشرات، بس الغراب متخصص لحوم او على اي جثث يلاقيها، المهم ان هي لحمة. طب ايه بقى قصة المحكمة اللي الغراب بيعملها؟ بص يا سيدي، الغربان بتتجمع بيعملوا محكمة، وبيجيبوا الغراب اللي غلطان او عامل اي مشكلة وبيعملوا معاه الاتي: بيتجمع الغربان كلهم او القطيع كله في منطقة زراعية او منطقة فيها خضرة كتير او نجيلة، المهم مكان يكون شبه الجنينة، وبيقفوا طابورين، والغراب الغلطان بيقف في النص بين الطابورين باصص للارض وضامم جناحاته، دليل على الحزن وعلى ضعفه في الموقف اللي هو فيه، وحزنه على الغلط اللي عمله، ان هو يعني بيقول لهم ما كانش قصدي. يعني زيه زي اي كائن تاني لما بيقع في مشكله بيجري على طول على العواطف، بص انا غلبان ازاي، ما عملتش حاجه. وبيكون على الغراب ده حراسة مشددة علشان ما يخلعش، وبيتم الحكم على الغراب ده حسب هو عمل ايه، لان الجرائم عند الغربان متقسمة وكل جريمة ليها حكمها. الدنيا مش سبهللة، عندهم قانون بجد. وحكم المحكمة بتاعت الغربان دي لما بيتعرف الحكم او بيتنطق بالحكم، كل قطيع مجبر ان الحكم ده يتنفذ، لانه طلع من قائد القطيع خلاص، وبيتنفذ حالا مهما كان ايه الحكم. مفيش بقى شغل الاستئناف والتأجيل اللي بيحصل عندنا. الحكم صدر دلوقتي هيتنفذ دلوقتي. طب هتقولي بيصدروا الحكم ازاي، ولا بيفهموا اصلا ايه الحكم منين؟ بص يا سيدي، الغراب انت عارف له صوت واحد بس، لكن الحقيقة الغراب ليه اصوات كتير جدا وكل صوت ليه معنى. ده غير انه بيعرف يقلد اي حاجة بيسمعها حرفيا. وكذا حد كان مربي غربان، ايوه في ناس بتربيها زي الناس اللي بتربي تعابين وتماسيح، في حد يربي تعبان ولا تمساح؟ نفس الكلام. الناس بقى اللي ربت الغربان دي قالت ان عندهم نفس قدرة البغبغان في ان هم يحفظوا الاصوات ويقلدوا الاصوات دي، وبيعرفوا كمان امتى بتستعمل الصوت ده. يعني مثلا لو سمعك بتقول كلمة كتير، هو مش عارف انت قلت ايه، بس عارف ان انت لما بتقول ده بيحصل ده، فزي ما بيعمل كوبي كده للصوت ده وبيكرر الصوت بس، لان هم ما عندهمش كلمات، هم عندهم اصوات. فانت بالنسبه له اللي عملته صوت فبيقلده وخلاص، لانه عارف انه لما يقول كده كده هيحصل، زي بتقول كده بيلعب. والغربان بتحب تقلد كلامنا كبني ادمين، ده برضو الناس اللي ربت الغربان قالت كده. اغلب الوقت بيشوفوا الكلام اللي بيتكرر كتير وبيعرفوا يقولوه، مع انه مش فاهم ايه ده، بس زي البغبغان بيحفظ وبيقول. وقيس بقى على كده اصوات تانية كتير، زي مثلا دوران العربيات، صوت جرس، رش ميه، حيوانات تانية. بيعرف يقلد كل حاجة كأنه بغبغان، بس شكله يخوف شوية، وبياكل لحمة فمكلف، وممكن لو لقى فرصة ياكلك انت وحظك. نرجع بقى لمحكمة الغربان وقوانين المحكمة دي بتمشي ازاي. الغربان عندهم قوانين محددة في المحكمة دي. يعني مثلا لو غراب قرر انه ياكل اكل غربان صغيره لسه طالعه من البيضه، بيكون عقابه ان كل القبيله بتتجمع وبتنتف ريشه ريشه لحد ما يبقاش عنده ريش خالص، ويبقى زيه زي الغراب اللي لسه صغير. بس الفرق بينه وبين الغربان الصغيره ان محدش هياكله ومحدش هيساعده انه هو يجيب له اكله، لازم هو يتصرف بنفسه برضه. وبما ان ما عندهوش ريش خالص فمش هيعرف يطير، فبيفضل يتعذب لحد ما ريشه يطلع. ده لو كان حظه حلو وريشه طلع بسرعه، لان لو ريشه ما طلعش بسرعه فمصيره معروف، مش هيستحمل وهيموت. بس احب اقولك ان حتى لو ريشه طلع بسرعه هيكون عدى فتره كبيره وهو مش عارف يلاقي اكل، فمش هيبقى عنده الطاقه اللي تساعده ان هو يطير، غير لو كان حظه حلو ولقى كائن ميت او حاجه واكل من جثته، ساعتها الموضوع هيتغير. وكل ده ليه؟ عشان اتطافس واكل اكل غيره. ودي قصه لازم تسمعها لاخواتك لو عندك اخوات، عشان لما تشيل اكل او عصير بتحبه في التلاجة ولما تيجي تشربه او تاكله وما تلاقيهوش، اكيد عارف مين اللي عمل كده. معناه لو جايبه لك هقولك انا جايب لك كذا وسايبه لك في التلاجة، مش هخبيه منك في التلاجة يعني. ما علينا، نرجع لموضوعنا. ولو غراب قرر ان هو يهدم عش غراب تاني، او مثلا لقى في العش التاني ده اكل واكله وهو بياكله بوظ العش اللي هو راح اكل فيه، بيبقى مجبر قدام المحكمة دي انه يروح يبني للغراب اللي بوظ له العش بتاعه عش جديد. ودي حاجة اهون من الحكم اللي فات بكتير. والغراب ده ما يقدرش ما ينفذش الحكم، اي حكم بيطلع من المحكمة دي
بيتنفذ على طول وفي ساعتها، لان بيبقى اللي ماسك المحكمه دي كبير القبيله او القطيع بتاع الغربان ده. ولو غراب قرر لا مؤاخذه في الكلمه يعتدي على غرابه متجوزه من غراب راجل تاني، الموضوع ده عندهم ما فيهوش تفكير، على طول بيطلع حكم بان الغراب اللي عمل كده يتعدم فورا، وبيتم الاعدام بطريقه وحشيه. بيجيبوا الغراب اللي عمل كده وبنفس الطريقه بيبقوا صفين وهو في النص، بس الصفين بينزلوا فيه نقر لحد ما يموت. وبما انهم غربان وبيتغذوا على بواقي الجثث، فاوقات بياكلوه كمان بعد ما يخلصوا عليه، ولو ما اكلهوش بيكون فيهم واحد شغلته انه حنوتي. ايوه، الغربان عندهم الاندرتيكر. شغلة الاندرتيكر ده انه بياخد اللي اتعدم ده وبيدفنه، وبيبقى كده كده مجهز له قبر على مقاسه. الغراب ده بيبقى كل شغله في الحياة ان هو بيحفر قبور على حجم الغراب اللي تم تنفيذ عليه الحكم. الموضوع ده مش بيفكرك بحاجة؟ ايوه، الله ينور عليك، قابيل وهابيل. لما قابيل قتل هابيل وما كانش عارف يعمل ايه في الجثة، ربنا بعت له غراب وراه يعمل ايه، وراه ازاي يحفر قبر ويدفنوا فيه. وفعلا ده اللي حصل، واحنا كبشر لحد دلوقتي بنعمل كده. فده ان دل على شيء يدل على ايه؟ ايوه، يدل على ان الغراب كائن ذكي. وبما انك وصلت لحد هنا في الفيديو، فعايز اوريك حاجه انا متاكد ان انت ما شفتهاش، او على الاقل عدد كبير من اللي بيتفرج على الفيديو عمره ما شافها في حياته. بس قبل ما اوريها لك، بما انك وصلت لحد هنا برضو، لو مش مشترك اشترك، وما تنساش تدوس لايك. نرجع بقى لموضوعنا. ايه هي الحاجة اللي انت ما شفتهاش قبل كده دي؟ عمرك قبل كده شفت غراب بأي لون تاني غير الاسود، ومش معمول فوتوشوب، ومش مرسوم، ومش معمول بالذكاء الصناعي؟ لا، غراب بجد، وهجيب لك صورة حقيقية. واللون ده غراب ابيض، مع ان معروف ان لون الغراب اسود. ايه اللي خلاه ابيض؟ شكلك بتشتغلني صح؟ اتقل، هوريك بعينك. النوع ده من الغربان بينزل كله لونه ابيض من اوله لاخره، ومنقاره كمان لونه بامبي من كتر ما هو ابيض. الغربان يا بتبقى اسود في اسود بالمنقار، او كله اسود ومنقاره في حته بيضه. وموضوع الغراب الابيض ده بتكون طفره جينيه بتحصل في عدد صغير جدا من الغربان، زي ما ساعات بتلاقي حد بشرته سمراء وعينيه ملونه، بتحصل بس بنسب قليله. نفس الكلام في الغربان. يعني عندك مثلا فيل هيث بتاع كمال الاجسام، اسمر بس عينيه زرقاء، ودي حاجه نادره برضو انت ما شفتهاش كتير. وحسب ما اعرف بيكون نوع الغربان ده في الجماعات بتاعت الغربان او مجتمع الغربان عموما مش محبوب، وبيفشل انه يعيش زي باقي الغربان وسط جماعه، علشان مش بيكون شبههم. وفي الاغلب هتلاقي الانواع دي الناس بتبيعها او بيربوها، علشان من النوادر في عالم الحيوانات ومش سهل تلاقيها، فبتتباع باسعار متخلفه. وده يخلي اكيد النوع ده هينقرض قريب جدا، لانه مش بيعيش حياته كغراب طبيعي، بيعيش محبوس في قفص طول حياته، لان زي ما قلت لك بيتغذى على اللحوم. فانت لو اديته الامان ممكن وانت نايم يقوم ايه ارمك واحده كده بالشفا، انت وحظك بقى، ممكن يديك واحده في زورك خلاص. وده للاسف اللي الانسان بيعمله في اي حاجه نادره تقريبا، بيخليها تنقرض او بيخلصها من على الكوكب. على طول بنشوف اسرع طريقه ان احنا نخلي الكائنات دي متبقاش موجوده وتنقرض، وفي نفس الوقت نعمل منها فلوس طرش كتير جدا. يعني لا، لو انت مش مصري مش هتفهم. غريب الانسان ده، مش كده؟ بما انك انسان زيي وشكلك محترم وابن ناس مش زي الناس اللي احنا بنحكي عليها دي، ساعد قناتي ان هي ما تنقرضش، ودوس لايك واشترك وفعل الجرس وسيب لي رايك تحت في الكومنتات. وبس يا زميلي، كده الفيديو بقى خلص. سلام.